السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أبطال مسعيدة، أبطال الصف الثاني الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل مع بعض امتحانات على الوحدة الثالثة من كتاب الامتحانات، صفحة 51، ده في كتاب المراجعة. ونقول مع بعض أول سؤال: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. اتخذ أبو جعفر المنصور من مدينة إيه عاصمة للخلافة العباسية؟ طبعا هو بنى بغداد واتخذها مقرا للخلافة. 2. أول من تمت مبايعته بالخلافة بعد مقتل علي بن أبي طالب كان هو الحسين ابن علي بن أبي طالب. زال نفوذ الدولة العباسية عن مصر مؤقتا خلال عهد اللي احنا قلنا الدولة المستقلة اللي كانت مستقلة تماما في مصر كانت هي الدولة الفاطمية. مرض صلاح الدين وتوفي في مدينة دمشق. اتبعت دولة المماليك نظام الوراثة في الحكم عند تولية، احنا قلنا طبعا نظامهم ما كانش قائم على الوراثة، اما الوحيد اللي مسك بنظام الوراثة كان هو المنصور علي. دلل: اتبع هولاكو سياسة تتنافى مع الإنسانية عند دخول بغداد. دي عايز نتائج دخول بغداد، بس هنقول آخر 2 بس، مش هنقول أول واحدة. نقول 1: تخريب البلاد وقتل الآلاف من الرجال والنساء وسلب الأموال. 2: هدم المساجد وقتل العلماء وحرق الكتب طبعا وإلقاء ما تبقى منها في نهر دجلة. نجحت الحملة الصليبية الأولى في تحقيق أهدافها، هنقول حيث كونت مملكة وثلاث إمارات، ونقولهم بقى اللي هي رقم 1 إمارة الرها، بس أنا عشان المكان هتقوله في شمال العراق، وإمارة أنطاكيا فين كانت في شمال الشام، وبعدين بيت المقدس ودي جعلوها مملكة لأهميتها الدينية، وكمان إمارة طرابلس. تمام. إليه كل عبارة: أعظم مؤسسة دينية وعلمية لنشر الثقافة الإسلامية كانت الأزهر الشريف. مسجد أعاد بناؤه الوليد بن عبد الملك، اللي أعاد بناؤه كان المسجد النبوي في المدينة. مدينة نقلت إليها الخلافة العباسية للمرة التانية، احنا قلنا نقلوها أول مرة للكوفة وتاني مرة كانت الأنبار. استطاع المماليك أن يحموا معالم الحضارة الإسلامية من التدمير. في ضوء العبارة وضح إيه هم الخطرين اللي تصدى ليهم المماليك. هنقول كان الخطر الصليبي والخطر المغولي. ما دور السلطان قطز في حماية العلم الإسلامي؟ عمل إيه قطز بقى؟ هنقول أول حاجة أعلن الحرب ضد المغول وجمع الأموال، وكمان وأجهز الجيش ووحد الصف الداخلي. طيب عمل ايه كمان؟ رقم 2: انتصر على المغول في معركة عين
جالوت 658. 3. أسباب ضعف دولة المماليك. هو بيقصد أسباب سقوط دولة المماليك، مفيش مكان هنا فيلا بينا نكتبها فوق. 1. التدهور الاقتصادي لمصر بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. دي واحدة. طيب رقم 2، انتصار سليم الأول على المماليك في موقعة مرج دابق والريدانية. طبعا هنقول وتحولت وبعدها أصبحت مصر ولاية عثمانية. حدد عملا واحد لكل من عمر بن عبد العزيز، هنقول حافظ على المال العام. هارون الرشيد شيد القصور والحدائق والأسواق. نور الدين محمود تصدى للحملة الصليبية الثانية وحرر الكثير من المدن الإسلامية. ما العلاقة بين جوهر الصقلي والحكم الفاطمي لمصر؟ نقول حيث قام جوهر الصقلي بهزيمة الإخشيديين وأسقط الدولة الإخشيدية مما أدى إلى زوال نفوذ الخلافة العباسية عن مصر، وأصبحت دارا ومقر للخلافة الفاطمية. ونكمل مع بعض الامتحان التاني صفحة 52 في كتاب التدريبات. اكتب كلمة صواب وكلمة خطأ طبعا مع التصويب. أصبحت مصر ولاية عثمانية عام 1517. طبعا صح، ده كان بعد معركة الريدانية. وصلت حدود الدولة العباسية شرقا إلى بلاد النوبة. لا طبعا شرقا، النوبة دي في الجنوب، يبقى هنعمل غلط ونشيل شرقا دي ونعملها جنوبا. أو يا إما لو هنسيب شرقا هنشيل بلاد النوبة ونحط عندنا بلاد ما وراء النهر، يبقى هنغير المكان يا هنغير الاتجاه. كانت معركة الزاب عام 132 آخر المعارك في تاريخ الدولة الأموية. صح. كان صلاح الدين الأيوبي تركي الأصل. طبعا غلط، قلناها كتير إن هو ما كانش تركي، كان كردي، والكلمتين شبه بعض نركز فيهم. امتدت سواحل الفاطميين في مصر إلى جنوب البحر الأحمر. طبعا صح. ما النتائج المترتبة على تعيين الأمويين لاثنين في ولاية العهد؟ هنقول أدى ذلك إلى الصراع بين الأمراء مما كان سببا في
سقوط الدولة الأموية. 2. ضعف الخلفاء العباسيين في العصر العباسي الثاني، هنقول أدى ذلك إلى ظهور الدول المستقلة في مصر. وياريت نكمل بقى ونقول دول مستقلة شكلا مع الاعتراف بسيادتها الخلافة العباسية، ودول مستقلة تماما زي الدولة الفاطمية، بس أنا عشان المكان. الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: نشطت حركة الترجمة. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: نشطت حركة الترجمة في عهد الخليفة العباسي. الترجمة كانت في عهد المأمون. استطاع الأشرف خليل بن قلاوون طرد الصليبيين من عكا. ولو قلنا لو مش موجودة عكا يبقى صيدا أو صور، أي واحدة من الثلاث مدن هنلاقيها في الاختيارات. تأسست الدولة الفاطمية على يد أبي عبيد الله المهدي في بلاد كان موجود فين؟ في المغرب. أنشئت مدينة إيه في عهد معاوية بن أبي سفيان؟ كانت مدينة القيروان. لمن تنسب أحيا المذهب السني في مصر؟ ده طبعا كان صلاح الدين الأيوبي. مهد الطريق من القيروان إلى الإسكندرية وأقام الاستراحات. ده كان المعز لدين الله الفاطمي. أنشأ البيمارستان المنصوري. ده كان السلطان قلاوون المنصوري. أعاد ما وهب له من أموال. ده طبعا اللي حافظ على المال العام عمر ابن عبد العزيز، اللي لسه قايلينه في الأعمال بتاعة الامتحان اللي فات. لا تفسر عقد ريتشارد قلب الأسد صلح الرملة مع صلاح الدين؟ هنقول بسبب عجز ريتشارد قلب الأسد عن هزيمة صلاح الدين. 2. اهتمام الخليفة المعتصم بالجيش. للقضاء على الثورات التي نشبت في عهده. ماذا يحدث إذا استنجد شاور ودرغام بقوة خارجية؟ هنقول سيؤدي ذلك، لو كانوا هما الاتنين استنجدوا بقى بحد من بره، سيؤدي ذلك إلى تعرض البلاد للخطر الخارجي والتدخل في شؤون البلاد. وبكده نبقى خلصنا حل امتحانات الوحدة التالتة بتاعتنا، وانتظرونا ان شاء الله في حل باقي الوحدات.